تستعد القارة الإفريقية لاحتضان واحدة من أبرز المنافسات الكروية على الإطلاق، والتي طال انتظارها من طرف عشاق كرة القدم الإفريقية، المقرر إقامتها على الأراضي المغربية نهاية العام الحالي. وقد حملت التصفيات المنصرمة تأهل 24 منتخبا إفريقي، من بينهم 6 منتخبات عربية، وهم صاحب الضيافة المنتخب المغربي بجانب الجزائر وتونس ومصر والسودان وجزر القمر، وسط أجواء من الترقب من طرف عشاق كرة القدم الإفريقية. وفي هذا الإطار كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي سيحضرها شخصيات بارزة في الساحة الرياضية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات الوطنية وأساطير كرة القدم الإفريقية، مما يخلق جو مليء بالإثارة والحماس. سنسافر بكم خلال هذا الفيديو في جولة لنتعرف سويا عن موعد القرعة وانطلاق البطولة ومستويات المنتخبات، بجانب توقعاتنا الشخصية لمجموعات البطولة. قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025. كل أنظار الشارع الرياضي الإفريقي تتجه صوب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في وقت سابق عن تفاصيل إجراء القرعة الرسمية لنهائيات كأس إفريقيا بالمغرب عام 2025. وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستقام أطوارها في مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 27 يناير 2025 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت مصر والسودان. القنوات الناقلة لقرعة كأس إفريقيا 2025. أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن حفل سحب القرعة يتم بثه مباشرة عبر المنصات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بجانب مجموعات قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصرية لهذا الحدث، وتحديدا عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة والمتاحة عبر مختلف الأقمار الصناعية لتغطية المناسبة المرتقبة من طرف الجماهير الإفريقية الشغوفة برياضة كرة القدم. موعد كأس الأمم الإفريقية 2025. ستنطلق فعاليات الحدث الرياضي الإفريقي الأغلى في القارة خلال الفترة المتراوحة ما بين 21 ديسمبر عام 2025 وستستمر إلى غاية 18 يناير من العام المقبل 2026. مستويات المنتخبات المتأهلة إلى كأس إفريقيا 2025. سيتم توزيع مستويات قرعة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2025 بالمغرب وفقا للتصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وشهد المستوى الأول حضور المنتخب المغربي بصفته مستضيفا للبطولة على رأس القبعة، بينما حضرت السنغال صاحبة أعلى تصنيف في المنتخبات الإفريقية بعد البلد المنظم، ثم تليها فراعنة مصر، ثم محاربي الصحراء المنتخب الجزائري، بالإضافة إلى نسور نيجيريا، وأخيرا أفيال ساحل العاج. أما عن المستوى الثاني فقد عرف حضور الكاميرون على قمة الهرم، ثم نسور مالي، ونسور قرطاج المنتخب التونسي، ويليه منتخب بافانا جنوب إفريقيا، ويتبعه منتخب فهود الكونغ، وأخيرا يتذيل منتخب خيول بوركينا فاسو المستوى الثاني. وشهد المستوى الثالث تواجد فهود الغابون في الأعلى، ثم يأتي بعده منتخب غزلان أنغولا، يعقبه منتخب طيور الكركي الأوغندية، وفي المرتبة التالية نجد الرعد الوطني منتخب غينيا الاستوائية، لاحقا يأتي سناجب بنين، يتبعه مباشرة منتخب الرصاصات النحاسية منتخب زامبيا الذي يختتم المستوى الثالث. وأخيرا المستوى الرابع يعرف تواجد منتخب المنبا موزمبيق، ويعقبه منتخب الجمبيزة جزر القمر، ثم يتبعه منتخب نجوم الوطن تنزانيا، ثم صقور الجديان المنتخب السوداني، ثم يأتي محاربون زيمبابوي، ويختتم منتخب الحمير الوحشية البوتسوانية المستوى الرابع. توقعات مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025. يتواجد المنتخب المغربي
على رأس المجموعة الأولى، وحملت قرعتنا تواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية، ثم السنغال على رأس المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى ساحل العاج في قمة المجموعة الرابعة. أما الجزائر فقد جاءت في قمة هرم المجموعة الخامسة. وأخيرا المجموعة السادسة، المنتخب المصري. تأتي جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى، أما بوركينا فاسو في المجموعة الثانية، يليها نصور مالي في المجموعة الثالثة. أما المجموعة الرابعة فكانت من نصيب الكونغو الديمقراطية. أما الخامسة اتجهت القرعة إلى الكاميرون، ثم تونس في المجموعة السادسة. حملت القرعة تواجد الغابون في المجموعة الأولى، أما أنغولا ذهبت إلى المجموعة الثانية، ثم بنين في المجموعة الثالثة. أما المجموعة الرابعة عرفت تواجد غينيا الاستوائية، ثم زامبيا في المجموعة الخامسة، بينما جاءت أوغندا في المجموعة الأخيرة. جاءت تنزانيا في ختام المجموعة الأولى، أما موزمبيق فأكملت رباعي المجموعة الثانية، بينما ذهبت جزر القمر إلى المجموعة الثالثة، بينما اتجهت السودان إلى المجموعة الرابعة، بينما ذهبت زيمبابوي إلى المجموعة الخامسة، وأخيرا اختتمت بوتسوانا المجموعة السادسة. جدير بالذكر أن عملية سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب سيحضرها عدد من أساطير رياضة كرة القدم، أمثال الحارس المصري عصام الحضري الذي امتدت مسيرته مع الفراعنة لمدة 22 عاما، رفع فيها الكأس 4 مرات في تاريخه. كما سيحضر عملية السحب الحارس التونسي أيمن المثلوثي الذي شارك في 4 نسخ من البطولة، بجانب الكاميروني باتريك مابوما الذي شارك في المنافسة 4 مرات، توج بلقبها عام 2000 وحقق جائزة أفضل لاعب إفريقي خلال نفس السنة. كما سيحضر الدولي المالي محمد سيسوكو الذي شارك في المسابقة 4 مرات وحقق المركز الثالث في نسخة 2013، بجانب قائد منتخب زامبيا بطل نسخة 2012 كريستوفر كاتونغو. كما سيحضر الإفواري جيرفينيو بطل نسخة 2015، شارك في 5 نسخ من البطولة.